قلت الإسلام قرر ألوانا من الحقوق للمرأة، سواء تعلق الأمر بالحقوق المادية أو الحقوق المعنوية. نعم. والعلم يحتل مركز الصدارة. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طيب، بعض الناس يجد له مسلمة ولم يرد في الحديث، ولكن كلمة مسلم تستوعب الجميع. طلب العلم فريضة على كل مسلم. هنا لم يعد طلب العلم حقا من الحقوق، بل ارتقى إلى درجة الفرض، صار فرضا. طلب العلم فريضة على كل مسلم، سواء كان المسلم رجلا أو امرأة. نعم. فبالتالي إذن هذا مقرر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيما ذكرتم قبل حين. النساء اللائي لجأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبن حقهن من التعليم في مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أخذ العلم من النبع الصافي مباشرة، ليس عن طريق عن إلى آخره، عن طريق العنعنة، عن طريق الرجال فقط، ولكن أردنا أن يأخذنا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فحينما طلبنا ذلك الحق، النبي عليه الصلاة والسلام استجاب لهن وضرب لهن موعدا في مكان معلوم وفي وقت معلوم، فكنا يتعلمن من النبي صلى الله عليه وسلم، حرصنا على تحقيق هذا العلم، لأن العلم كما أنه مهم للرجل هو مهم للمرأة أيضا. بالعلم تعرف المرأة ربها، بالعلم تقترب إليه وتتقيه وتخشاه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه الآيات ليست محصورة على الرجال، فهي عامة ومجردة. الآية اللي بديت بها قبل حين كي قلتم قوله تعالى في سورة الحجرات في آخرها: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعدما بين الله عز وجل خلق الذكر والأنثى إلى آخره، قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن ممكن الرجل يرقى إلى درجة عالية في تقوى الله سبحانه وتعالى، ممكن المرأة أيضا تصل إلى الدرجة نفسها، وممكن في درجة أعلى تصلها بعلمها. في العلم إذن سبيل لبلوغ درجة التقوى ولمعرفة الله عز وجل ولمعرفة الأحكام الشرعية. تعرف الحلال والحرام، تعرف المندوب وتعرف المكروه وتعرف لكلها زاد من الفقه يعني. إذن العلم هو الذي يؤدي بها إلى أن تميز بين الحلال والحرام لكي لا تقع في المحظور. أيضا بالعلم تستطيع أن تخدم أسرتها وأن تحقق واجباتها لكي تخدم أسرتها وتخدم مجتمعها وتبلغ دعوة ربها. فالدعوة ليست مقصورة على الرجال مثلا. ربك قال في سورة النحل، قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فبالتالي إذن الدعوة أيضا تستطيع أن تمارسها المرأة أيضا بهذا العلم. ثم أخيرا أقول أن التاريخ الإسلامي المشرق أعطى نماذج رائعة لنساء حاملات للفقه والعلم، وأشرفنا على تعليم حتى الرجال فقط وليس فقط النساء.